فضيحة كروية يا سادة، مؤامرة ضد المغرب أخوتي في هذه المباراة ضد جنوب إفريقيا وفي كأس إفريقيا كاملة. منذ بداية كأس إفريقيا التبعد الأفارقة والعرب طيحتنا، وهذا الحكم السوداني محمود علي محمود حسبنا من بعد. حيت اخوتي اذا جيتي تفكر في المنطق، رئيس الاتحاد الافريقي من جنوب افريقيا وما غيبغيش يشرن بلادو، يعني اخوتي معروفه كاينه شي مؤامره من الاخر والله العظيم. حيت اخوتي في الاول لمسه يد هذا الحكم ما عطاش بينالتي، ولمسه يد الثانيه حتى هي ما كانش يعطيها بينالتي، والله العظيم ما كان عيصفر بينالتي، حتى هجموا عليه اللعابه كيقول لك سير 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 شوف الفار، سير سير سير، حتى في الفار تعطل وداك الشيء ولابس عطانا بينالتي. قبل ما تسالى المباراه كنا غالبين بواحد نصيرو، كنا نقادروا نديروا شي حاجه، عطى الحمراء سفيان امرابط وما عقلش عليه ومشى يضيع لك الوقت عاوتاني. قال لك بلاتي ما نعطيش الحمراء سفيان امرابط، مشى للفار ضيع 5 دقائق وساعه عطى الحمراء، يعني اخوتي ضيع الوقت من الاخر. وفي ديك الكفرات مارك الهدف الثاني وانتم عارفين اخوتي صدمه لجميع المغاربه. الله يسامح المنتخب المغربي، العقبه العام اللي ما جات تكون منظمه في المغرب. وليد الركراكي قال